ليه سوسة الطماطم زادت وهجمت جامد الفترة الحالية دي؟ أسباب كتير جدا عزيزي مزارع الطماطم تخلي السوسة تهجم علينا هجوم شرس جدا. والنهارده احنا بنتكلم النهارده 4/8، هجوم شرس جدا للسوسة. كل مزارعين الطماطم على كل أنحاء ومستوى الجمهورية بيشتكوا من التوتة أبسولوت. أسباب كتير جدا. أول سبب المناخ بقى مناسب جدا في شهر 8 وفي شهر 9، مناسب جدا للحشرة. أنا عايز أقول لك إنه دلوقتي أنت بتتكلم في رطوبة ليلية زايدة، وبالنهار درجة الحرارة من 25 ل 30 درجة، ودي مناخ مناسب جدا. أنا عايز أقول لك إن الحشرة لو هتلف الطور الكامل بتاعها في 30 35 40 يوم، حاليا 20 يوم 15 يوم تلف لك دورة كاملة أولا السوسة خطورة السوسة في ان هي سريعة التطور وسريعة الانتشار. طيب الحل ايه؟ اولا برضو من الاسباب اللي زودت معايا الحشرة بتزود معايا سوسة الطماطم هو انه انا تنوع اعمار معدلات الطماطم في سقالة مثلا 50 60 فدان. ده الزرع عنده عمر 80 يوم محمر، ده الزرع عنده عمر 30، ده الزرع عنده عمر 40. الزرع الكبير اللي بيجمع المزارع ما عادش مهتم جامد، عمل عش سوسه، السوسه بقت تطلع تروح للزرع الجديد. الزرع الجديد والعروه الوخريه بتدفع الثمن بتاع الاهمال. فلاح واحد مهمل، غيط واحد مهمل يضيع معايا 100 فدان بسبب السوسه. هي لو استوطنت في مكان وطورت نفسها فيه هتنقل في اماكن ثانيه. يعني انا مثلا هنا لو انا ما برشش وده بيرش، انا هبليه هتطلع من عندي تجيله. برضو في اسباب تانية، انه بواقي المحاصيل احنا اتكلمنا فيها، لازم الارض تبقى نظيفه من العفش، وحوالين الارض تبقى نظيفه من العلف، من اي بواقي محاصيل قديمه بتاع. طيب الرش ايه؟ انا عايزك طبعا الرش بتاعك يكون المغرب، ترش لي بروكليم لشركه نظيفه، بروكليم الرشه الاولى، بروكليم مع منع انسلاخ مع سبينوسات. الرشه اللي بعدها ب5 ايام هترش لي بروكليم مع مسرع انسلاخ. ما تنساش دايما الماده اللازقه والنشره. الرشه الثانيه بروكليم مع مسرع انسلاخ مع اندوكساكارب. الرشه الثالث 5 ايام برضه، والرش المغرب وغسيل جيد، كلورونترا نيبيرول مع بروكليم مع مانع انسلاخ او مسرع انسلاخ ومنع تغذيه. برضه على فكره منع الانسلاخ ومنع التغذيه بيثبتوا كفاءه وجداره ممتازه جدا في الرش. واللي يرش طبعا يغسل غسيل جيد. هي طبعا بتبان معايا دايما في الضربيات والاوراق الجديده. ليه؟ لانها بتحب الورقه الغضه. طيب لما تلاقي في صعوبه، عارف بتطور نفسها ازاي السوسه؟ لو لقيت في صعوبه في الورقه اللي هي بتحتك بيها، تنزل الخضره اللي هي الطريه، تروح للورقه اللي بعدها. لو لقيت في صعوبه في الورقه تدخل للثمره العجر الخضراء اللي زي كده. طيب احنا لازم الرش يكون مظبوط، لازم الرش يكون بعد المغرب. نبدل المواد الفعاله عشان الحشره ما تكسبش مناعه معايا، وان شاء الله تكون الامور بخير. واسباب كتير جدا تخلي الحشره تزيد معايا في شهر 8 و9، اهمها المناخ، بواقي المحاصيل، تنوع اعمار معدلات والطماطم في الغيطان. الكبير بيضر الصغير، واحد همل زرعه عشان الزرع خسر ما عادش بيرش هيضر ودايما اللي هيدفع الثمن الزرع الصغير، هو اللي هيدفع الثمن. استناني في فيديو جديد من مبيد ومفيد مع سالم القطعاني. السلام عليكم.